الطمع. الطمع هو الوحيد اللي قادر يخسرك كل حاجة. ما كنتش أتخيل إن ممكن أوصل لكده. تخيل كده يفتح لك باب دنيا جديدة، وأول ما تقرب منه تلاقي حاجة وراك بتنده عليك وتقولك ارجع تاني لدنيتك القديمة. بس أنت بتستمر عشان اللي قدامك مغري، وفي ثانية بتخسر كل حاجة بسبب الطمع. أنا عمري ما كنت أتخيل إن ممكن أوصل لحاجة زي كده. يعني عمري ما جه في دماغي إن أدخل مقبرة فرعونية أو أدور على آثار أو الكلام ده كله. بس خلينا نبدأ، ولكن من النهاية مش من البداية. إزاي؟ هتفهم دلوقتي. كنت قاعد مع دكتور نفساني وبحكي له على كل اللي بيحصل معايا يمكن يساعدني. وأثناء الكلام معاه سرحت كده وفقت على صوته وهو عمال يقول لي: ياسين، يا دكتور ياسين. قلت له: أيوه، أيوه يا دكتور أنا معاك. قال لي: معايا إيه بقى؟ ده أنت في دنيا تانية خالص. قلت له: هي فعلا دنيا تانية، بس دنيا خراب. دنيا خلتني زي ما أنت شايف كده. قال لي: طيب بص، انت هنا عشان اقدر اساعدك، عاوزك تريح نفسك خالص وتحكي لي على كل اللي حصل. رديت عليه وقلت له: المشكلة يا دكتور مش في اللي حصل، المشكلة في اللي بيحصل. انا لا بقيت اكل ولا انام ولا قادر اقاوم. قال لي: بص، انا دكتور نفساني ومهمتي ان اعالجك، وحتى لو مشكلتك صعبة وملهاش حل هنحاول نتعايش معاها، بس انت اهدى كده وركز واحكي لي كل حاجة من البداية. حاضر، هحكي لك يا دكتور، وهحكي لكم انتوا كمان. ركزوا معايا. بداية الحكاية خالص لما ملك مراتي جت من بره وهي عمالة تزعق وتقول لي: يا ياسين يا ياسين. ما كنتش لسه فاهم في ايه. خرجت من اوضتي وقلت لها: مالك يا بنتي بتزعقي كده ليه؟ قالت لي: ما انا عمالة اتصل بيك من بدري وانت مش بترد عليا. قلت لها: ما انت عارفة ان انا كنت في المشرحة ولما خلصت شغل اتصلت بيكي لكن ما كانش فيه شبكة ولسه واصل البيت حالا. قولي لي بقى في ايه؟ قالت لي والابتسامة على وشها: في مفاجأة. قلت لها: مفاجأة ايه؟ قالت لي: بص، هما مفاجأتين. اولا، انا حامل. فرحت جدا وقلت لها: انت بتتكلمي بجد؟ قالت لي: ايوه متاكده طبعا، انا لسه جاي من عند الدكتور حالا. فرحت جدا قلت لها: الف مبروك يا حبيبتي. طب وايه بقى المفاجاه التانيه؟ قالت لي: اكتشفت اكبر مقبره في التاريخ. قلت لها: طب يا بنتي ما كنت قلتي لي، ما انت عارفه ان انا بحب اشوف الحاجات دي قوي. قالت لي: ما انا بقول لك اهو، بس للاسف في مشكله، باب المقبره مش عاوز يفتح، جربنا معاه كل حاجه ومفيش فايده. قلت لها: طب مش المفروض في شيخ بيجي هو اللي بيتعامل مع الحاجات دي؟ قالت لي: ما هو للاسف الشيخ اللي بيتعامل معانا في المواقف اللي زي دي عنده ظروف صعبه جدا ومش هيقدر يجي الفتره دي. قلت لها: عامه ما تنسيش تقولي لي وانت رايحه عشان اجي معاكي. قالت لي: انا كده كده بكره رايحه عشان في بحث لازم اعمله عن المكان ممكن من خلاله اوصل لحاجه. انت كده كده بكره اجازه، تعالى معايا. كل حاجه كانت ماشيه تمام. كنت فرحان جدا ان ملك حامل وانها بتنجح في شغلها، لكن كل ده اتغير لما رحت المقبره. كانت حاجه كده تشد اي حد ليها حتى وهي مقفوله. رجعت البيت وفضلت افكر ايه اللي ممكن يحصل لو المقبره دي اتفتحت فعلا وخدت منها اي حاجه حتى لو صغيره. اكيد هتغير حياتي، على الاقل يعني أأمن حياة ابني اللي جاي. مش عارف الفكرة دي جت في دماغي ازاي، لكن في نفس اللحظة كلمت شيخ كنت أعرفه من زمان. هو شيخ يعني مش قوي، لكني شرحت له الموقف وهو وافق. طبعا ملك رفضت الفكرة تماما، ولكني قلت لها: احنا مش هناخد حاجة، احنا بس هناخد الشيخ ونروح ونحاول نفتح باب المقبرة. لو فتح يبقى خير وبركة، وده هيبقى خير ليكي في شغلك. وافقت، لكن برضه كانت قلقانة شوية. بالليل خدتها ونزلنا ورحنا المكان واتصلت بالشيخ ووصفت له المكان وجالنا على هناك. ولحسن الحظ الناس اللي كانوا بيحرسوا المقبرة ولا واحد فيهم كان باين. ملك طبعا اتضايقت من ده جدا وكانت هتتصل بالمدير بتاعها وتبلغه ان مفيش حد بيحرس المقبرة، بس انا قلت لها: لا، اصبري لما نشوف هنعمل ايه الاول وبعد كده ابقى اتصلي واعملي كل اللي انت عايزاه. وقفنا قدام باب المقبرة احنا التلاتة، والشيخ بدأ يقول كلام غريب كده وفي الاخر قال لنا: المقبرة هتتفتح لكن في شرط. قلت له: شرط ايه ده يا شيخ؟ قال لي: الشروط دي مش هتتقال غير جوه المقبرة. ملك طبعا اتريقت عليه وقالت له: بس افتحها انت الاول. الشيخ في لمح البصر بعد ما قعد يرتل كلام غريب خبط على المقبرة 3 خبطات، الباب اتفتح. نورنا الكشاف ودخلنا، وكأننا دخلنا عالم تاني خالص. المكان مليان بالكنوز. طبعا انا والشيخ كنا مركزين على هدف واحد: ازاي هننقل كل ده من المقبرة. لكن ملك قطعت تفكيرنا لما قالت: محدش يلمس حاجة من اللي موجودة هنا، الكلام اللي مكتوب على الحيطة ده مش كلام عادي. قلت لها: ايه اللي مكتوب يعني؟ قالت لي: مكتوب: هذه أكبر مقبرة للملوك، ولا يحق لأحد أن يمس شيء بها، ومن يخالف ذلك
ستحل عليه لعنة جميع ملوك الفراعنة. وفي جملة تانية كانت بتقول: ليس كل ما يلمع ذهبا، إن كنت تريد النجاة ابحث خلف الساحر ولا تبحث وراء الملوك. قلت لها: يعني ايه يا ملك الكلام ده معناه ايه؟ قالت لي: انا مش عارفة، بس ده اكيد لغز، احنا لازم نخرج من هنا حالا في الوقت ده. بصراحة انا خفت، منكرش، انا خفت جدا كمان، وقررت ان احنا نخرج من هنا. لكن الشيخ اللي كان معانا كان عنده رأي تاني. انا وملك خرجنا وهو كان لسه جوه. قلت له: بلاش تمس اي حاجة، يلا بينا احسن. لقيته مسك تمثال صغير من على الارض واداهوني وقال لي: امسك بس انت ده على قدك. ورجع تاني عشان ياخد اكتر، ولكن حصلت المصيبة، الباب اتقفل. فضلنا ننده عليه وكل اللي احنا سامعينه كان صوت صراخه. اخدت ملك ومشينا من المكان. واول ما وصلنا البيت ملك كانت عايزه تبلغ عن اللي حصل، ولكني فهمتها ان احنا هنتاذي لو عملت كده. تاني يوم رحنا انا وملك نفس المكان عشان نتاكد ايه اللي حصل. لقينا علماء اثار كتير ماليه المكان. الباب كان مقفول، لكن الغريبه انهم لقوا الناس اللي كانوا المفروض انهم بيحرسوا المقبره كلهم ميتين بطريقه مفزعه ومرميين كلهم جنب المقبره. مر كذا يوم وانا وملك كنا في صدمة من اللي حصل لنا، مش قادرين ننسى ان في واحد مات بسببنا، ولكن حاولنا ننسى اللي حصل. وبعد فترة كل واحد رجع شغله. كل الفترة دي كانت عادية. المصيبة بقى في اللي حصل بعد كده. كنت قاعد في المشرحة والوقت كان متأخر، كنت خلاص شوية وهروح، لكن دخلت المشرحة جثة جديدة والمدير صمم ان لازم اشرحها واكتب التقرير عنها قبل ما امشي. واضطريت ان انا استنى، وتقريبا كده كل اللي في الطب الشرعي مشيوا ما عدا انا. وقفت قدام الجثة، كان شاب عنده حوالي 30 سنة. بدأت اشتغل وافحص الجثة، ولكن فجأة لقيت ايد مسكت ايدي. رجعت ورا وقعت على الارض، قمت بصيت على الجثه كانت نايمه زي ما هي. قلت اكيد كل ده بسبب التوتر. رجعت تاني عشان اكمل شغلي، ولكن نفس الموقف اتكرر معايا. الجثه مسكت ايدي، ومش بس كده، دي كمان اتكلمت وقالت لي: انا ما متش كده، كنت حاسس اني بحلم. انت عارف يعني ايه جثه تفوق وتكلمك وانت متاكد انك صاحي مش نايم؟ حاولت ارجع لورا واخرج، لكني ما كنتش قادر اتحرك. الجثه رفعت ايديها التانية وحطيتها على صدري وقال: تعالى معايا اما اوريك اللي حصل. فجاه لقيت نفسي واقف في بيت عادي مش مخيف. خرج واحد من جوه، المفروض ان هو ده الشخص اللي مات. وقف قدامي وهو بيقول: انت ايه يا اخي، مش بتزهق؟ قلت لك 100 مره ده نصيبي ومش هبيعه مهما حصل. في شخص تاني خرج من نفس الأوضة اللي هو خرج منها وهو بيزعق وبيقول له: يعني ايه مش هتبيع؟ ده مش ورثك لوحدك، انا هبيع البيت ده غصب عنك، انا مش هفضل عايش في البلد دي بسبب طمعك، وعيالي في الاخر هم اللي هيتبهدلوا. الشخص التاني قال له: طمعي؟ طب اسمع بقى، البيت ده مش هيتباع الا على جثتي. الشخص التاني مسك سكينة وجري عليه وفضل يطعن فيه لحد ما مات. وبعد كده فتح الباب وجري. الواضح جدا جدا يعني ان هما مش شايفيني، ومش عارف الحقيقة انا عملت كده ليه، ولكني فتحت الباب وجريت وراه. نزل من العمارة وركب عربية وجري بيها، بس قبل ما يمشي شفت نمر العربية. ببص جنبي لقيت القتيل واقف وبيقول لي: شفت؟ مش قلتلك انا ما متش كده؟ وفقت من الحلم اللي انا واثق انه مش حلم. كنت واقف قدام الجثة، مش عارف انا عملت كده ليه، لكني اتصلت بالضابط المسؤول عن القضية. والغريبة ان لقيته بيسألني عن التقرير، ولسه كنت هقول له على رقم العربية ولقيته بيقول لي انهم خلاص عرفوا مين اللي عمل الجريمة دي. قلت له بكل فضول: مين اللي عمل كده؟ قال لي: اخوه، وعرفوا انه عمل كده من خلال كاميرات المراقبة اللي في العمارة، وكمان شافوه وهو نازل جري من العمارة وفي ايده السكينة اللي قتلوا بيها. ورجع تاني وسألني على التقرير. قلت له: التقرير؟ ايوه التقرير اعتبره جاهز يا باشا خلاص. كتبت التقرير وخرجت من المشرحة وروحت على البيت. طبعا الذهول اللي انا كنت فيه لا يوصف. اول ما رجعت البيت ما لقيتش ملك، اتصلت بيها تليفونها كان مقفول. بعدها بدقايق وصلتني رسالة ان تليفونها اتفتح. اتصلت بيها لقيت واحد هو اللي بيرد عليا وبيقول لي: انت دكتور ياسين؟ قلت له: انت مين؟ مراتي فين؟ قال لي: انا دكتور محمد، اطمن، مراتك موجودة في المستشفى ولكنها مش قادرة تتحرك ولا تتكلم حتى، من فضلك تيجي بسرعة. قفلت معاه وجريت على المستشفى. ملك كانت على السرير ونايمة خالص. الدكتور دخل وقال: اهلا يا دكتور ياسين. قلت له: في ايه؟ ملك مالها؟ قال لي: مدام ملك تعبت في الشغل وزمايلها جابوها على هنا. قال لي: هي كويسة، ولكن في خبر سيء شوية، للأسف احنا فقدنا الجنين. زعلت جدا طبعا، وكنت خايف برضو على ملك يحصل لها حاجة. فضلت معاها لحد ما بقت كويسة وخدتها ومشينا. لما روحنا البيت وهديت شوية كده حكيت لها على كل اللي حصل لي في المشرحة. لكن الصدمة الأكبر لما هي اللي حكيت لي على اللي حصل لها. قالت لي: أنا كنت قاعدة في مكتبي ومركزة في الشغل، فجأة
النور قطع وسمعت الباب بيتفتح. فضلت اقول مين، محدش بيرد. كنت حاسه بصوت خطوات جايه ناحيتي، وبعد كده ظهر ضوء خفيف خلاني اشوف الشخص اللي واقف قصادي. كان الشيخ اللي مات في المقبره، ولكن شكله كان مخيف جدا. اتكلم بصوت مخيف وقال لي انتوا السبب. قلت له احنا السبب في ايه؟ احنا فضلنا نقول لك اخرج اخرج وانت اللي فضلت جوه. قال لي انا مش بتكلم انكم سبتوني اموت، قال لي انا بتكلم على اللعنه اللي فتحتوها عليكم وقريب قوي على العالم كله. دوري ورا الدم، لان هو مش بيعترف الا بقانون واحد: الدم بالدم. وبعدها النور جه وهو اختفى، بس حسيت بوجع شديد جدا في جسمي. بصيت على هدومي لقيتها غرقانه دم. في اللحظه دي اغمى عليا وما فقتش الا وانا في المستشفى. قلت لها الموضوع شكله كبير ومش هيعدي على خير، احنا بدأنا نخسر حاجات، اولها ابننا. احنا لازم نشوف حل، وانت كمان لازم ترتاحي، ما تنزليش الشغل الايام دي خالص. قالت لي والمقبره اللي شغالين عليها ومش عارفين نفتحها لحد دلوقتي. قلت لها مقبره ايه؟ انت ما بتفهميش، المقبره دي هي السبب في كل اللي احنا فيه وانت لسه بتفكري فيها. ارتاحي ارتاحي يا ملك واسمعي الكلام. وبعدها بكام يوم وانا في الشغل كنت مطبق بقالي يومين. بصراحه ما كنتش قادر انام من كتر الكوابيس اللي بتجيلي. وسط ما انا قاعد سمعت صوت حد بيصرخ بره. خرجت من المشرحة ووقفت قدام الطرقة الطويلة اللي ما كانش باين منها أي حاجة من كتر الضلمة. فضلت أنده في حد هنا، ولكن محدش بيرد. أنا أصلا كنت مستغرب فين العمال والدكاترة اللي كانوا في المشرحة. لفيت وشي عشان أرجع الأوضة تاني، ولكن ما كانش فيه أوضة أصلا. لقيت نفسي واقف وسط صحراء في عز الليل. هو ما كانش حلم، لأ، أنا لسه كنت صاحي ولسه كنت في المشرحة. لفيت الناحية التانية شفت شخص واقف. فضلت اقرب منه لحد ما وقفت قدامه. كان شاب شكله عادي، كان بيبص لي بكل حزن. لف وشه ومشي، وانا مشيت وراه لحد ما وقفت جنبه وشفت قدامنا قبر. بص لي وقال لي خرج المدفون، اللعنة مش هتنتهي الا لو المدفون خرج. لازم تواجه وما تخافش، احنا معاك ومش هنسيبك، ولكن لازم تقف قصاد المدفون، وكمان تقرا السر اللي ايدك شافته. غمض عينك. غمضت عيني وفتحتها، لقيت نفسي واقف قصاد المقبرة وسمعت صوت حد بينده عليا. ولما ركزت اكتر في الصوت اكتشفت ان هو صوت ملك كانت بتنده عليا بصوت كله خوف. وفجأة فقت ولقيت نفسي واقع على الارض. بصيت حواليا لقيت نفسي في المشرحة وكل شيء طبيعي، ولكن ما كانش حد جنبي. قمت طلعت موبايلي واتصلت بملك، لكنها مش بترد. خرجت من المشرحة وركبت عربيتي وجريت بسرعة على البيت. أول ما دخلت الشقة فضلت أدور عليها زي المجنون، ولما لقيتها واقعة على الأرض في أوضتها. فضلت أفوق فيها لحد ما فاقت، وأول ما فاقت قلت لها إيه اللي حصل؟ ملك قالت لي أنا ما بقتش قادرة خلاص، أنا بقيت أشوف الشيخ ده كل لحظة، أنا كنت هموت لما ظهر لي من شوية. وبعدها قعدت من الشغل أنا كمان. الوضع كان كل يوم بيسوء، كان بيسوء لدرجة إني فكرت أنتحر. جربت كل حاجة، مفيش حاجة نافعة. وفي الآخر قلت أجرب أروح لدكتور نفسي، يمكن يقدر يساعدني، أو على الأقل يخليني أقدر أنام. مع إني عارف يا دكتور إنك مش هتعرف تعمل لي حاجة. تقدر تقولي بقى يا دكتور إيه تحليلك لكل الكلام اللي قلته لك دوت؟ الدكتور رجع لورا كده وهو بيبص لي وبيقول لي بص يا دكتور ياسين، انا شايف ان اللي بيحصل لك انت وملك ده مش بسبب المقبره، انتوا بس حاسين بالذنب عشان الشيخ اللي مات جوه، لكن كل ده ممكن يبقى تهيؤات. انا رايي كدكتور يعني بعد كل الكلام اللي انت قلته لي انكم تسافروا مكان هادي تريحوا اعصابكم شويه. بصيت له وانا مبتسم وقلت له مش قلت لك مش هتقدر تساعدني؟ وسبته ومشيت وخرجت من العيادة خالص. ولكن قبل ما اطلع البيت قابلني واحد في الشارع وقال لي مالك، شكلك تعبان. وقبل ما ارد عليه حتى كمل كلامه وقال كل مشكلة ولها حل، بس انت تفكر صح وتواجه وتفتكر البداية وتوصل للنهاية. وسابني ومشي. طلعت البيت وفضلت افكر في كلامه، وفي الاخر ندهت على ملك وقلت لها احنا هنروح المقبرة دلوقتي. طبعا اتفاجئت من اللي انا قلته لها وقالت لي هنروح نعمل ايه؟ قلت لها مش عارف، بس اكيد في حل هناك، احنا لازم نعرف. قلت لها تعالي نفكر كده شوية، المقبرة دي انت قلت مدفون فيها ملوك، تعرفي بقى مين اللي مدفون فيها بالظبط؟ قالت لي ايوه طبعا انا قريت اساميهم واحنا في المقبرة. قلت لها تمام، وسط الاسامي دي كان في اسم ساحر؟ قالت لي ايوه كان في اسم ملك فيهم، هو اخر واحد اتدفن في المقبرة والمعروف عنه انه كان ساحر. قلت لها طيب فاكرة الكلام اللي كان مكتوب على المقبرة كان ايه؟ قالت لي تقريبا يعني كان مكتوب هذه اكبر مقبرة للملوك، ولا يحق لاحد ان يمس اي شيء بها، ومن يخالف ذلك س... ستحل عليه لعنة جميع ملوك الفراعنة. قلت له في جملة تانية أخيرة أنت قلتها لي أنا لسه فاكرها،
ليس كل ما يلمع ذهبا. إن كنت تريد النجاة ابحث خلف الساحر ولا تبحث وراء الملوك. يعني ايه بقى الجملة ديت؟ انا مش فاهمها. يعني اول مرة انا شفت فيها الجثة اللي كانت في المشرحة الموضوع كله كان على ورث، تمام كده، وانت شفت الشيخ وقالك الدم بالدم. بعدها انا شفت الصحراء والقبر، والشخص اللي كان معايا قال لي انت لازم تواجه، وقال لي كمان انت لازم تقف قصاد المدفون وتقول السر اللي ايدك شافته. قالت لي انا مش فاهمة كل ده معناه ايه. قلت لها انا فهمت، التمثال. فين التمثال؟ قالت لي تمثال ايه؟ قلت لها التمثال اللي الشيخ اداهوني. قالت لي متشال زي ما هو في الدولاب. قلت لها هاتيه بسرعه. قامت جابته وجت وقالت لي اتفضل اهو، هتعمل ايه بقى؟ قلت لها اهو هو ده بقى السر اللي ايدي شافته. تعرفي تقري الكلام اللي مكتوب على التمثال ده؟ خدت مني التمثال وفضلت تبص فيه، وفي الاخر قالت لي مكتوب خاوي سارع افتح. قلت لها بس كده، يلا بينا. اتحركنا ووصلنا قدام المقبرة. كنا واقفين قدام الباب ومش عارفين نعمل ايه عشان يفتح، لكن لا اراديا ومش عارف انا عملت كده ازاي حطيت ايدي على الباب وغمضت عيني وبدأت اقول كلام مش مفهوم، وفجأة الباب اتفتح ودخلنا، واتصدمنا اكتر لما ما لقيتش جثة الشيخ جوه. كل حاجة كانت زي ما هي. قلت الملك هو الساحر اسمه ايه؟ قالت لي كان اسمه حارس الملوك. فضلت ادور على اي حاجة لحد ما وقفت عند جملة ليس كل ما يلمع ذهبا وانظر وراء الساحر. التمثال اللي كان معايا في ايدي كان واضح قوي على الارض ان مكانه ناقص. وقفت قدام المكان ومش عارف انا عملت كده ازاي، لكني قلت خاوي سارع افتح. المكان فضل يتهز جامد وفجأة اتفتح باب ورا مكان الساحر. مسكت ملك ودخلنا الباب دوت. المكان جوه كان كبير جدا ومليان توابيت كتيرة، توابيت لكل الملوك اللي كانوا مدفونين في المقبرة دي، والكنوز كانت اكتر بكتير من اللي بره. انا كده فهمت يعني ايه ليس كل ما يلمع ذهبا. ملك ركزت على جملة مكتوبة على الحيطة بتقول عندما تدخلون من ذلك الباب سوف تنتهي تلك اللعنة، وكل هذه الكنوز مكافأة لكم، ولكن احذروا من القادم، لأن اللعنة سوف تنتهي من المقبرة ولكن ستخرج إلى العالم. ما فهمتش أوي بصراحة، ولكن كل اللي فهمته إن إحنا كنا في لغز وقدرنا نحله، وكل الكنوز ديت بقت مكافأة لينا. بصراحة ما كنتش مصدق من كتر الفرحة. وملك بدأت تهدى شوية وتطمن. ياه، معقول بعد كل التعب ده تبقى هي دي المكافأة؟ انا في حاجة مهمة لازم افكر فيها دلوقتي. انا هنقل كل الكنوز دي من هنا ازاي؟ طبعا دلوقتي انتوا فاكرين ان الحكاية خلصت خلاص، وبصراحة انا كمان كنت فاكر زيكم كده، لكن اتصدمت وانا في وسط فرحتي بصوت ورايا. الصوت كان بيقول مبروك، انت تستاهل كل ده، لان محدش قدر يوصل هنا غيركم. بصيت ورايا، كان الشيخ، ولكن شكله كان مختلف تماما، تحسه بقى عنده باور غريب. قلت له انت لسه عايش؟ طب ازاي؟ ابتسم وقال لي بفضلكم انا طلعت تاني. ياه، بقالي سنين مستني اللحظة دي. حاولت اوصل ناس كتير هنا ولكن محدش قدر يوصل ويفتح الباب. مش الباب اللي بره، لا، الباب اللي انتوا دخلتوا منه دلوقتي ويحل اللغز. قلت له انت مين؟ رد عليا وقال لي انا الشر اللي طلع للعالم. انا اللعنة اللي عملتها من الاف السنين عملتها عشان اقدر اخرج تاني بعد ما اتحكم عليا ان افضل مسجون في المقبرة. انتوا خلاص اللعنة اتفكت منكم، لكن الاسوأ انكم طلعتوا الشر المدفون. كل اللي حصل معاكم دوت انا كنت السبب فيه، بس عشان تقدروا تقفوا قصاد الباب وتقروا التعويذة اللي هي كانت خاوي سارع افتح. هي دي كانت التعويذة، التعويذة اللي كانت السبب في طلوعي. اخرجوا من هنا واستنوا الشر اللي طالع للعالم، ودايما افتكروا ان انتوا السبب في طلوعي انا حارس الملوك. وبس كده انتهت القصة. ولو وصلت لحد هنا تبقى القصة عجبتك، ما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتدوس لايك وتقولي رأيك في الكومنتات. تصبحوا على خير.